بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل المكرون بطعم النسكافيه، وهنبدأ نستعرض المقادير مع بعض. كيلو 400 لوز بودرة، كيلو 400 سكر بودرة، و950 جرام أبيض بيض، وكيلو 200 سكر خشن أو سكر خرز، و50 جرام نسكافيه متدوبة في سنة مية، و20 جرام ملح هنحطها مع المرنج، والحاجة اللي هنقلب فيها، وطبعا المضرب أو العجان. هنخلط السكر البودرة مع لوز البودرة، هنخلطهم كويس. طبعا بعد ما ننخل لوز البودرة، وهنقلبهم كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هنضرب ابيض البيض مع الملح طبعا نحطه، وهنبدأ نزود السكر واحدة واحدة. هنزود السكر على مراحل او ننزله بجنب كده، والمكنة بتضرب برضو. ده لو في مكان، بس انا عندي المكنة ما فيهاش مكان، بحط من فوق الشبكة. تمام كده لغاية ما يطلع المارينج كويس جدا، ونتأكد ان المارينج بقى تمام. وهنبدأ طبعا نفصل العجانة بتاعتنا، وهنشيل المضرب، وهننضف طبعا المضرب من المارينج اللي فيه، عشان احنا محتاجين المارينج اللي جواه. انضفه انا بقى براحتي. كده المارينج جاهز. هحط بقى لوز البودرة وسكر البودرة اللي احنا قلبناهم، واقلب من تحت لفوق، اقلب كويس. بس انا طبعا هحط النسكافيه بتاعي عشان اقلب كله مرة واحدة. هنقلب برضو كويس جدا، بحيث ان كل المارينج يدخل في قلب اللوز مع السكر. وطبعا هكون محضر السجات بتاعتي، وعليها ورق السيليكون، وكيس الكريمة والبلبلة السادة. أعتقد إن كده تمام. لا بس في شوية معايا لازم أخدهم نسكافيه عشان ما يروحوش مني ويترموا. أقلب برضو كويس. تمام كده. أجيب كيس الكريمة بتاعي، وطبعا البلبلة السادة. هبدأ أقطع بقى المكرون بتاعي بأحجام كلها تكون قد بعض. هحاول أخليها تكون كلها قد بعض، عشان لما ألزق ما تكونش جنب كبير وجنب صغير. وطبعا أنا عملت الصاج بياخد معايا 7 في 10 ب70 لقمة أو 70 جنب. عشان بعد ما يستوي إن شاء الله هنلزقهم في بعض برضو بكريمة النسكافيه، اللي هقول لكم على مقاديرها برضو في الآخر. كده تمام. هعمل بقية الصاجات كلها زي كده، وطبعا هدخلها الفرن على حرارة 150 لمدة 14 دقيقة. 150 طبعا عدى مني دقيقة، لمدة 14 دقيقة. استوى كده وبقى تمام اهو. كده يبقى واقف على التلزيق. هنلزقه مقادير العجينة اللي بنلزق بيها: 200 جرام زبدة، و200 جرام كريمة فريش، و150 عسل جلوكوز. هيغلوا مع بعض على النار، وندوب فيهم بلوك شوكولاتة بيضاء، يعني 2 كيلو ونص شوكولاتة بيضاء. وبنلزقهم بالطريقة دي، وبالهنا والشفا.
طبعا دي طريقة سهلة وجميلة زي ما انتم شايفين.